بيبدأ الفيلم بانفجار مبنى الطاقة النووية اللي موجود في الصين، وساعتها بيكون الملازم دوي بيجهز علشان يروح الشغل بتاعه، وبيسمع الأخبار وبيعرف إن في 27 عامل اتصابوا و8 منهم ماتوا بسبب الانفجار اللي حصل. وفي نفس الوقت ده بيكون الهاكر نيكولاس اللي محبوس في سجن من سجون أمريكا قاعد في زنزانته وبيقرا كتاب، وبيدخل عليه الحرس وبيبلغوه إنهم هيفتشوا الزنزانة، فبيقوموا بيمدلهم إيده علشان يلبسوه الكلبشات. ولما بيشوف الحراس وهما بيرموا كتب على الأرض بيتضايق وبيكون عاوز يتخانق معاهم، لكن الحراس بيقيدوا حركته وبينيموه على الارض. وبعدها مأمور السجن بيستدعي نيكولاس وبيوري له جهاز وبيعرفوا انهم لقوه في زنزانته وان في فلوس اتحطت في حساب اصحابه المديونين، وبيسألوا لو كان هو اللي هكر سيستم البنك وزود الفلوس دي لاصحابه بالجهاز اللي هم لقوه عنده. ولكن نيكولاس بيرد عليه باستهزاء وبيعرفه انه كان مخبي الجهاز ده علشان يكلم بيه بابا نويل في عيد ميلاد راس السنه. وساعتها كان دوي قاعد في اجتماع مع الحكومه الصينيه وبيعرفهم ان سيستم تبريد المفاعل النووي الصيني اتهكر، وده نفس اللي حصل في مبنى المفاعل النووي اللي في امريكا اللي انفجر في نفس وقت انفجار مبنى الصين. ولما بيطلبوا منه انهم يدخلوا المبنى بيعرفهم ان نظام الحمايه هو كمان اتهكر ومش هينفع يدخلوا المكان لان درجه الحراره فيه مرتفعه جدا. وبيكون دوي مستغرب لان الهاكر ما طلبش من الحكومه فلوس ولا ساومهم على اي حاجه مقابل انه يرجع السيستم، لكنه فجر المبنى بدون سابق انذار. وفي الوقت ده بتكون الشرطيه الامريكيه كارول قاعده مع العقيد ستانلي وبيسألها عن دوي، وبتعرفه كارول ان جده كان القائد العسكري في الجيش وحارب في الحرب الاهليه اللي كانت في اليابان، وان ليه اخت اسمها ليان شغاله مهندسه اتصالات. وهنا بنعرف ان ستانلي بيجمع كل المعلومات دي عن دوي لان الحكومه الامريكيه قررت انها تتعاون مع الحكومه الصينيه علشان يقبضوا على الهاكر، ودوي هو اللي هيكون مسؤول عن القضيه مع كارول. وبعدها بيروح دوي يقابل اخته ليان لانها كانت بتشتغل مهندسه شبكات، وبيتكلم معاها وبيعرفها انه محتاج مهندس شبكات يكون بيثق فيه علشان يساعده في مهمة القبض على الهاكر، وطلب منها تروح معاه وتساعده في المهمة بتاعته. وبعد فترة في شخص بيهكر سيستم البورصة العالمية وبيلعب في اسهم فول الصويا اللي بيستخدموها كعلف للبقر وبيزود سعرها بشكل جنوني، وده بيعمل مشكلة في السوق وبيعلي الاسهم بتاعتها جدا وبيسبب ازمة عالمية. وساعتها بيكون دوي وصل امريكا وبيقابل كارول وبيحضروا اجتماع وبيعرفوا ان الشخص اللي هكر السيستم بيستخدم احدث انظمه الهاكينج واستغل ثغره موجوده في برنامج جرات ودخل على سيستم البورصه. والحكومه الامريكيه استخدمت سيستم متطور اسمه القبعه السوداء علشان يوصلوا لمكان الهاكر ولكن فشلوا. وبعدها بيدخل دوي لستانلي وبيعرض عليه يسمح لنيكولاس انه يخرج من السجن علشان هو الوحيد اللي يعرف يساعدهم وهيعرف يهكر السيستم بتاع الهاكر، وساعتها هيعرفوا يوصلوا لمكانه. وبعد فتره كارول بتكتشف ان نيكولاس اتسجن لانه هكر سيستم 4 بنوك رئيسيه وقدر يخسرهم 46 مليون دولار. وبتعرف كمان انه صديق قديم لدوي من ايام الجامعه لانهم كانوا بيدرسوا مع بعض. وتاني يوم بيروح شخص من الحكومه الامريكيه لنيكولاس وبيعرض عليه يساعدهم في القبض على الهاكر مقابل انه ياخد افراج من السجن لمده اسبوعين، ولكن نيكولاس بيرفض وبيعرفهم انه مش هيوافق يساعدهم غير لما يقللوا مده السجن بتاعته. وساعتها الحكومه بتضطر انها توافق على عرض نيكولاس وبيخرجوه من السجن، وبيكون دوي وكارول مستنيينه وبياخدوه وبيروحوا على المطار علشان يسافروا على المكان اللي هيبداوا شغل منه. وبيقعد نيكولاس ودوي في طياره يشتغلوا على اللابتوب بتاع الحكومه، وبتتضايق كارول وبتتكلم مع دوي وبتعرفوا انهم كانوا متفقين ان نيكولاس يشتغل على اللابتوب بتاعه، وبتكون خايفه لا يهكر سيستم الحكومه من خلال اللابتوب بتاعها. وبيفهمها دوي انه هيتحمل مسؤوليه اي حاجه بتحصل. ولما بيوصلوا للمكان اللي هيشتغلوا فيه بيفحص نيكولاس غرفه شبكات نظام الحمايه علشان يتاكد ان ما فيهاش اي فيروس، لكن لما بيقعد على الكمبيوتر بيلاحظ ان السيستم متهكر وبيسال اتورني المسؤول عن السيستم مين بيدخل الاوضه غيره، وبيعرفوا اتورني ان في واحد كان شغال معاه اسمه لوزانو وهو الوحيد اللي كان بيدخل الاوضه لكن خد اجازه من اسبوعين علشان امه ماتت. وبعدها بيقعد نيكولاس على الكمبيوتر وبيقرا الشفرات اللي الهاكر بعتها وبيحاول يفكها ولكن مش بيعرف، وبيدخل عليه اتورني وبيوري له صوره لوزانو وبيلاحظوا انه رسم وشم. وبعدها نيكولاس واللي معاه بيراجعوا كاميرات المراقبه علشان يجيبوا شكل الوشم بالكامل. وساعتها كارول بتتصل بستانلي وبتديله مواصفات لوزانو وبتعرفه انه كان مزور البطاقه بتاعته وانه شغال لحساب واحد اسمه لوس، وبيبعت لها ستانلي صوره مجرمين علشان تتعرف عليهم وبيكون لوزانو واحد منهم وبيعرفها انه اتسجن 2 سنين قبل كده في تهمه تزوير. وساعتها بيعرض عليهم نيكولاس انهم يهجموا على لوزانو في بيته علشان يمسكوه قبل ما يحاول يهرب منهم. وتاني يوم نيكولاس وليان بيروحوا بيت لوزانو والحارس اللي مع نيكولاس
بيعرفوا انهم مركبين له اسوره في رجله علشان يراقبوا تحركاته ويضمنوا انه مش هيعرف يهرب. ولما نيكولاس وليان بيدخلوا بيت لوزانو بيتفاجئوا انه مقتول، وساعتها بيقعدوا على الاجهزه بتاعته وبيلاحظوا انه عنده جهاز لاسلكي وان في رسائل مستمره دايما بتيجي عليه، لكن البيانات كانت مشفره. وفي نفس الوقت ده بتكون كارول ودوي قاعدين مع جاري مسؤول البورصه وبيطلبوا منه يسلمهم نسخه من السجلات بتاعه البورصه للمباحث الفيدراليه، لكن بيرفض وبيعرفهم ان دي اسرار عملاء ورجال اعمال كبار. وساعتها كارول بتفهمه انه لو ما سلمهمش بيانات العملاء هيتحول للتحقيق بشكل رسمي بتهمه انه بيساعد على اخفاء هويه الهاكر. وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا مطعم علشان ياكلوا وبيكونوا مستنيين شخص اسمه ريس علشان يراقبوه، لانهم عرفوا من على كمبيوتر لوزانو ان ده الشخص اللي هيوصلهم لمكان الهاكر الرئيسي. ولكن بيفضلوا قاعدين كتير وريس مش بيجي. وساعتها نيكولاس كان بيشك ان في حاجه بتحصل وبيدخل غرفه كاميرات المراقبه وبيلاحظ ان في كاميرا كانت متثبته على ترابيزتهم هما بس، فبيدخل على السيستم وبيهكروا وبيبعت رساله للهاكر، وفجاه في ناس بتدخل المطعم وبيهجموا عليه وبتدور بينهم معركه شرسه، ولكن نيكولاس بيقدر يتغلب عليهم وبياخد ليان وبيهرب. وفي الوقت ده كارل ودوي كانوا بيتابعوا البورصه وبيلاحظوا ان في 3 حسابات لاشخاص مختلفه بيبيعوا في نفس الوقت باسعار عاليه جدا، ويعتبر هما ال3 الوحيدين اللي كسبوا ارباح بالملايين بسبب اللعب في سوق البورصه، وفهموا ان ليهم علاقه بالهاكر. وكانوا ال3 موجودين في مدينه هونج كونج. وساعتها بيقرر كارول واللي معاها انهم يسافروا الصين، ولما بيوصلوا بيروحوا المبنى بتاع المفاعل النووي وبيستقبلهم بول من الفريق التقني للشبكات الوطنيه وبيبلغهم انهم بيحاولوا يشغلوا سيستم المبرد، وبيقول لهم ان مفيش حد طلع اي بيان يثبت ان عمليه الانفجار اللي حصلت في المفاعل عمليه ارهابيه، وبيفهمهم ان جهاز برمجه BLC اللي مسؤول عن تبريد المفاعل النووي هو اللي اتهجم من الهاكر وهو اللي كان السبب ان المفاعل ينفجر. لكن الجهاز ده فيه ميزه انه بيحتفظ بالذاكره بتاعته حتى لو باظ، بس هم مش عارفين يرجعوا الذاكره لان الجهاز لسه موجود جوه المبنى اللي درجه حرارته عاليه ومحدش عارف يدخل جوه علشان يجيبه. ومع الوقت بيوصل نيكولاس واللي معاه للمكان اللي هيشتغلوا فيه، وبيشوف نيكولاس صور جوني ويان وصامويل، ودول بيكونوا اصحاب الاكونتات بتاعه الاسهم اللي في وقت واحد باعوها، وبيعرف انهم شويه سماسره مش اكتر. وساعتها بيقرر نيكولاس انه مش هيراقب تحركاتهم لكنه هيراقب تحركات الفلوس عادي جدا. بس ليان بتعرفه ان الفلوس لسه موجوده في البنك، وبيقدر نيكولاس انه يحدد مكان الهاكر الرئيسي على الخريطه عن طريق الرسائل اللي كانت بينه وبين السماسره، وبيعرف انه في مدينه اسمها يوماكاي. وبعدها بيروحوا لعربيه المراقبه لانهم بيراقبوا شخص كانوا شاكين فيه ان هو الهاكر، والشخص ده اسمه الياس كسار، لبناني وحارب في الحرب الاهليه، وبعدها اختفى. ولكن بعدها ظهر تاني في التسعينات في كولومبيا، وحاليا مأجر بيت قاعد فيه في مدينه شيكو، ولكن مقطوع من شجره ومفيش حد بيزوره. وبعد فتره نيكولاس واللي معاه بيروحوا للمكان اللي السماسره بيستقبلوا فيه رسائل الياس، وبيكونوا مفكرين انهم هيكونوا موجودين هناك لكن مش بيلاقوهم، وبيكتشفوا ان في جهاز تردد موجود في المكان ده. ولما بياخدوا الجهاز وبيفحصوه بيعرفوا ان الياس بيبعت الرسائل على الجهاز ده، والسماسره مش بيقعدوا في البيت اللي هو فيه الجهاز، لا دول بيقعدوا قريب من الجهاز وبيلقطوا الرسائل على تليفوناتهم، وبعد ما بيقروا اللي موجود فيها بيمسحوها. وده معناه ان السماسرة دول عمرهم ما شافوا الياس ولا يعرفوا عنه اي بيانات. وتاني يوم بيكون الياس قاعد في بيته ورجال الشرطة بيراقبوه، وفي نفس الوقت ده بيظهر على اجهزة الشرطة ان الهاكر بيحول الفلوس من البنك الكازينو في مدينة مكاو. وساعتها دوي واللي معاه بيقرروا يقبضوا على الياس، وبيركب نيكولاس ودوي طيارة مع رجال الشرطة، وبتكلمهم كارول وبتعرفهم انها مش عارفة توصل لرجال المراقبة اللي بيراقبوا الياس. ولما دوي واللي معاه بيوصلوا هناك بيكتشفوا ان رجال الشرطة اللي كانوا بيراقبوا الياس بيكونوا مقتولين، فبيروحوا بسرعة على بيت الياس وبيلاقوه فاضي، ولكن بيلاحظوا ان في باب موجود في البيت وموجود فيه نفق تحت الارض. ولما رجال الشرطة بتنزل النفق العصابة بتضرب عليهم نار وبتدور بينهم معركة شرسة، وبينجح الياس انه يقتل واحد من رجال الشرطة. وساعتها كان نيكولاس واللي معاه بيروحوا من الناحية التانية وبيضربوا نار على العصابة وبتقوم حرب عنيفة بينهم. ووقتها الياس
بيفجر النفق اللي فيه رجال الشرطه، وبيضرب ضابط الشرطه اللي اسمه ترانج بالنار، وبياخد نيكولاس المسدس بتاع ترانج وبيضرب نار على العصابه، وبعدها بيجروا بسرعه علشان يقبضوا على الياس، ولكن بيكتشفوا ان ركب على المركب وهرب عن طريق البحر. وساعتها بيروح الياس عند السفينه اللي فيها رجالته وبيديهم شنط الفلوس وبيمشي. وبعد فتره نيكولاس واللي معاه بيستعدوا لدخول مبنى المفاعل النووي علشان يجيبوا جهاز البرمجه، والدكتوره بتفهمهم ان ما ينفعش يقعدوا في المبنى اكتر من 8 دقايق لانهم مش هيقدروا يستحملوا درجه حراره المكان اكتر من كده. ولما بيدخل نيكولاس واللي معاه للمبنى، في واحد من اللي كان معاهم اسمه وانج بيتعب وبيفقد الوعي، وساعتها بيحاول نيكولاس انه يكسر باب لوحه الاجهزه بسرعه علشان يطلع منها بالجهاز، وبينجح نيكولاس في كده وبياخد الجهاز وبيخرج. وبعدها بيحاول نيكولاس واللي معاه يخرجوا البيانات اللي على الجهاز، لكن مش بيعرفوا لانهم بيلاقوا فيه فيروسات خبيثه. وساعتها نيكولاس بيكلمهم عن نفسه وبيفهمهم انه قبل ما يدخل السجن كان بيهكر اي حاجه تيجي قدامه، وكان بيمسح وراه كل البيانات علشان محدش يعرف يوصل له. ولكن لما جه يتحاكم اتفاجئ في المحكمه ان الحكومه مرجعه كل البيانات اللي هو كان حذفها. فبتعرفوا كارول ان الامن الوطني الامريكي عنده سيستم اسمه الارمله السوداء وبيرجع كل البيانات اللي اتمسحت. وبتتصل كارول بستانلي وبتطلب منه يدخلهم على سيستم الارمله السوداء، لكن ستانلي بيرفض. وساعتها بيقرر نيكولاس ان هو يهكر سيستم الارمله السوداء، وبيطلب منهم يخرجوا ويسيبوه علشان يعرف يشتغل. وفي نفس الوقت ده بيكون واحد من العصابه مستنيهم تحت ومعاه صوره دوي، ولما الشخص ده بيعرف شكل عربيه دوي بيحط فيها قنبله. وبعدها نيكولاس بيروح لهم وبيبلغهم انه عرف يهكر سيستم الارمله السوداء وقدر يجيب عنوان الشبكه بتاعه الهاكر، وبيعرفهم انه موجود في مدينه جاكرتا اللي بتكون موجوده في اندونيسيا، وده معناه انهم لازم يسافروا جاكرتا علشان يقبضوا على الهاكر. لكن كارول بتفهموا انهم مش هيعرفوا يدخلوا اندونيسيا من غير ما ياخدوا موافقه من الامن الوطني. وبعدها دوي بيروح مركز الشرطه علشان ياخد موافقه القاده على السفر مع المجموعه الاندونيسيه، لكن القاده بيبلغوه انه هيسافر من غير نيكولاس لان الحكومه الامريكيه عرفت انه دخل على السيستم بتاعهم وهيرجعوه السجن تاني. وساعتها دوي بيبعت رساله لاخته ليان وبيعرفها اللي حصل علشان تساعد نيكولاس انه يهرب. وفي نفس الوقت ده في مكالمه بتيجي لكارول من ستانلي وبيأمرها تقبض على نيكولاس. ولما كارول بتروح لنيكولاس الاوضه مش بتلاقيه، ولما بتطلب من الحارس يحدد لها مكان نيكولاس على الخريطه بيكتشفوا انه غير في اللوكيشن، ولكن بيعرفوا يشغلوه تاني وبيحددوا مكان نيكولاس. وساعتها بيروح دوي للمكان اللي نيكولاس وليان مستخبين فيه، وبيقول لنيكولاس انه لازم يهرب قبل ما الحكومه الامريكيه تقبض عليه. وبتطلب ليان من نيكولاس انه ياخدها معاه لانها بتحبه، ولكن نيكولاس بيرفض لانه خايف عليها. ووقتها ليان بتفتكر ان اخوها هو اللي طلب من نيكولاس يسيبها ويمشي علشان يفرقهم عن بعض، وبتتضايق جدا وبتمشي. وبعدها بيروح نيكولاس ودوي في طريقهم لمحطه المترو علشان نيكولاس يهرب، وبيلاحظوا ان ليان قاعده مستنياهم في الشارع، وبتركب ليان معاهم العربيه وبتطلب من نيكولاس انه ما يسيبهاش ويمشي، ولكن دوي بيطلب منها ترجع للبيت. وساعتها بتتضايق ليان جدا وبتنزل من العربيه وهي بتعيط، وبينزل وراها نيكولاس وبيعرفها ان اخوها ملوش ذنب في اللي حصل، وبيطلب منها ما تزعلش منه. وفجاه العربيه اللي فيها دوي بتنفجر وبيحصل انفجار رهيب وبيموت دوي بسبب الانفجار. وساعتها بيظهر الياس واللي معاه وبيضربوا نار عليهم، ولكن نيكولاس بيمسك ليان وبيستخبى في الشارع. وفي نفس الوقت ده بتوصل كارول واللي معاها وبيضربوا نار على العصابه وبيحاولوا يقتلوهم، ولكن العصابه كان عددها كبير وبيقدروا يقتلوا كارول واللي معاها. وساعتها بيكون نيكولاس وليان بيهربوا وبيدخلوا محطه المترو وبيجري وراهم الياس واللي معاه، ولكن مش بيلحقوا يمسكوهم، وبيركبوا الاتنين المترو واللي اتحرك بيهم وبيقدروا يهربوا منهم. وساعتها نيكولاس وليان بيقرروا انهم يفضلوا هربانين لحد ما يقبضوا على العصابه، وبيروحوا لشخص يفكلهم الاسوره اللي في رجل نيكولاس وبياخدها وبيرميها في سفينه في المينا علشان الحكومه ما تقدرش تعرف مكانه. وبعدها نيكولاس وليان بيركبوا طياره بجوازات سفر مزوره وبيروحوا على اندونيسيا علشان يدوروا على الهاكر الاساسي. ولما بيوصلوا هناك بيروحوا مكان تبع الهاكر، وبيدخل نيكولاس وبيلاحظ انهم بيستخدموا مضخات ميه شبه اللي موجوده في المفاعل بتاع الصين. ووقتها بيكتشفوا ان الهاكر هدفه الاساسي انه يغرق المناجم، وده
معناه ان سعر المعادن هيغلى جدا لانها مش هتكون موجودة، وهيعرف يبيع المناجم بتاعته باسعار عالية جدا وهتتخطى مليارات الدولارات. وبعدها نيكولاس وليان بيروحوا البيت وبيقعدوا يشتغلوا وبيقدروا يعرفوا البنك اللي موجود فيه الفلوس. وتاني يوم ليان بتجهز علشان تروح البنك اللي فيه الفلوس وبتاخد معاها ورق وبتحط عليه قهوة، وبعدين بتروح البنك وبتطلب من الموظف يطبع لها ورق غيره وبتديله الفلاشة اللي هيطبع من عليها الورق. ولما الموظف بيحط الفلاشة عنده في الجهاز، سيستم البنك بيتفتح على جهاز نيكولاس وبيقدر ان هو ينقل كل الفلوس اللي في حساب الياس لحساب تاني. وبعدها بتيجي مكالمة لنيكولاس، ولما بيرد بيكتشف انه الياس وبيسأله هو عاوز ايه مقابل انه يرجع الفلوس، وبيعرفوا نيكولاس انه مش هيرجع الفلوس غير لما يعرف مين الهاكر الاساسي ويتكلم معاه. وساعتها الهاكر بيتكلم مع نيكولاس وبيعرض عليه ساعده في انه ما يرجعش للسجن مقابل انه يرجع الفلوس، ولكن نيكولاس بيطلب منه 20% من الفلوس ويقابله، فبيوافق الهاكر لانه مش بايده حاجة تانية يعملها. وبعد فترة بيستعد نيكولاس علشان يقابل الهاكر وبيخبي اسلحة ومعدات في جسمه علشان يكون مستعد لاي حاجة هتحصل. ولما بيجي ميعاد المقابلة ليان بتقف تراقب المكان اللي هيتقابلوا فيه وبتتكلم مع نيكولاس وبيتعرفوا ان الهاكر معاه رجالته ومش موجود لوحده. وساعتها نيكولاس بيكلم الهاكر في التليفون وبيعرفوا ان مكان المقابلة اتغير وانه بقى في ميدان باباو. وبعدها الياس واللي معاه بيروحوا على الميدان وبيدوروا على نيكولاس علشان يقتلوه. وفي نفس الوقت بيكون نيكولاس ماشي ورا الياس وبيطلع سكينة علشان يقتله، بس الياس بيشوفه وبيصوب عليه بالمسدس وبيأمره يرفع ايده علشان يفتشه، لكن نيكولاس بيخدعه وبيطلع سكينة من معاه بسرعة وبيطعنها في راسه وبيقتله وبياخد منه المسدس وبيصوبه على الهاكر. ولكن الهاكر مش سهل برضه وبيكون عامل حسابه وبيؤمر رجالته تضرب نار على نيكولاس، وبيدخل نيكولاس في قتال حاد معاهم وبتدور بينهم معركة شرسة لحد ما الهاكر بيجي من ورا نيكولاس وبيطعنه بالسكينة. ولكن نيكولاس بينجح في انه يطلع سكينة من معاه وبيطعن بيها الهاكر كذا طعنة وبيقتله. وبعدها بيهرب نيكولاس وليان وبيروحوا على المطار وبيسحب نيكولاس فلوس من الحساب اللي هو نقل ليه فلوس الياس لما هكر البنك. وبعدها بيسافروا على بلد يقدروا يعيشوا فيها بالفلوس اللي معاهم في امان بعد ما قدروا يخلصوا من الهاكر ورجالته. وبيخلص الفيلم، بس ده مش معناه انك تطلع بره القناة، لا يا عزيزي، خد لك بصة في القناة واول ريحتك في القناة هتكون الفيديو اللي ظهر قدامك دلوقتي، روح شوفه واضمن لك ان هو هيعجبك. وبس، صلى على النبي، وكان معاك مندو، سلام.